ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. جايلكم النهارده بفيديو جديد، فيديو كده كله بهجه، كله حاجه حلوه، كله هدايا. طيب عايزين قبل ما نبدا الفيديو اقول لكم سبب الهدايا دي ايه، ومين اللي جابالي، وايه اصلا الهدايا. عايزاكم الاول ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وما تنسوش تحطوا لايك والاشتراك في القناه لو الفيديو عجبكم. طيب مبدئيا كده، جوزي ووالدتي جابوا لي هدايا. بمناسبة ايه؟ انا عيد ميلادي ولا عيد جوازي ولا حاجة. بمناسبة ايه؟ بمناسبة ان انا جالي البنكود الحمد لله اخيرا، بعد طول انتظار. بقالي حوالي شهر 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 بالظبط. يعني هو جالي لما قدمته تاني، جالي تاني يوم بعد التقديم من المرة التانية مش من المرة الاولى. يعني انا قعدت شهر 21 يوم ما جاش، وبعدها يعني حوالي 22 يوم كده انتظار ماشي. فجالي طبعا اهي جوجل ادسنس. طبعا كنت واقفه على دي، يعني رقم اهو، ده الرقم اللي بندخله علشان نسبة صحة القناة، نسبة صحة العنوان بتاعنا. طبعا كده لا لسه طبعا. دعواتكم بقى نكمل $100 عشان ناخد اول قبض من القناة اللي لسه ما قبضناش منها. تمام. فعايزة بقى اقول لكم كده، والدتي بقى وجوزي فرحوا لي جدا، هم اكتر انهم كانوا بيشجعوني وبيحفزوني جدا ان انا اكمل في القناه، وان انا هيبقى لي مستقبل ان شاء الله. فهم فرحوا لي جدا، فحبوا ان هم يهدوني. طبعا كل واحد جاب لي حبه حاجات يعني. طبعا انا بشكرهم جدا، ربنا يخليهم ليا. طبعا انا عمري ما انساهم، ولهم هديه عندي حلوه قوي ان شاء الله، بس لما اقبض من القناه عشان تبقى من فلوسي انا، تبقى ايه، حاجه مني انا لهم هم شخصيا. تمام ان شاء الله، يعني باذن الله لما ربنا يكرمني من القناه هرد لهم الهدايا دي احلى واحلى بكتير. طيب يلا بقى نخش نفتح الهدايا ونشوف جالي ايه. بسم الله. دي اول حاجه كده اهو، لما نعمل اي حاجه. دي ساعه، دي ساعه ماشي، جوزي اللي جايبها لي ماشي. دي الساعه اللي هي طالعه ترند اهي. كان هنا سماعه بس ما اشتهيش يعني، هو خدها. المهم اهي، هي بالطقم بتاعها بيبقى فيها كل الاستكات دي يعني. بتبقى على فكرة هي رجالي وحريمي، يعني هي بتيجي اصلا كده تاتش، بتغير فيها ساعات اهي، تخشي توصليها على التليفون بلوتوث. تمام. وحلوة قوي، هي اصلا ساعة اهي. اهي لحظة اهي، شايفين؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بتقلب ساعات يعني معانا. حلوة جدا طبعا، ممكن يمشي معاها حريمي بكتير، يعني الالوان دي تمشي حريمي برضو. ده حريمي، ده اللي هو الفوشيا ده، واسود، وفي رصاصي برضو يمشي حريمي، وفي هنا برضو الوانات كتير. بس انا حاسه ان اللي هو المجعد ده بتهيألي رجالي اكتر، مش عارفه يعني، مش عارفه. المهم يعني ان هي الستيك بيدخل عادي اهو، هوريكم بس. طبعا الساعه دي عجباني جدا، انا مش بعرف اعملها قوي زيه، هو اللي بيعملها لي جوزي الصراحه، بس انا هحاول يعني. جبنا كده واحده اهي، تهيألي دي كده، مش عارفه. هنجرب احنا هنجرب سوا. لحظه بس اقفلها عشان ما نلعبش في حاجه. يا رب بس اكون بركبها صح. انا مش بعرف فيها قوي عشان هي لسه جايه، هو بيعملها لي هو. مهم يعني ان هي مش عارفه قوي، بس معلينا من هي. بس انا حاسه ان هي كبيره قوي على ايديا، مش عارفه ليه. المهم يعني عشان ما اطولش عليكم، المهم ان هي بتبقى كده ماشي. المفروض ان هي بتتقفل كده.
مش عارفه البسها لنفسي، مش عارفه اصلا البسها لنفسي. انتوا واخدين بالكم من اللبخه اللي انا فيها؟ ما علينا يعني، انا هحاول اهو اهي عشان كده. طبعا انا بحب الحاجات اللي هي الرقيقه طبعا. هو يعني كتر خيره طبعا. ماشي، هي طالعه ترند اصلا، كل البنات بتلبسها اهي. حاساها ان هي فاهمين، بس هي حلوه يعني، هي شيك، هي شيك اهي كده. بالنسبه لي المفروض تبقى بالنسبه لكم كده. الساعه دلوقتي 9، مش عارفه الساعه كام، ما علينا يعني. بتيجي طبعا الشاحن بتاعها ده اهو، ده بيبقى الشاحن بتاعها مغناطيس كده، تمام. وده الاستيكات بتاعتها اهو. يا رب يكونوا واضحين لكم. دي الساعه، دي كانت اول هديه طبعا. هو مش جايبها من هنا، كان موصي واحد صاحبه يعني نجيبها له من السعوديه. خلاص، عشان انا مش هعرف اسعار حاجه. باركولي بقى على البنكوت عشان انا فرحانه قوي. دي بقى والدتي، دي والدتي اللي جايباها لي. ماشي، ديت مامتي برضو جايبه لي الحاجه من السعوديه، والدي جايباها لي وبعتها يعني، وهي ادتهاني يعني، تمام. هي ديت ايه، هديتي مني ومن باباكي، عشان يعني ايه بمناسبه نجاح القناه وكده، وربنا يكملك فيها على خير. فهي جابت لي ده مشط حراري، اكيد كلنا عارفين يعني، مش محتاجين ان انا اقعد اشرح، تمام. تقريبا فتحته غلط، لا هو مش من هنا على ما اظن كده. هو شوفوا، هو بيتسحب تركي كده اهو. هو اصلا مشط اهو اهو، تحريري مش تحريري يعني، بتوصل بالقرا زي المكوى كده. حلو، كان نفسي فيه الصراحه، وهو بابا جابهولي كتر خيره طبعا يعني، يشكر. تعالوا بقى نشوف. لا نخلي ده بقى حاجه، ده مامتي اللي جايباه، لكن ده جوزي اللي جايبه. جوزي طبعا الواحد صاحبه فاتح مكتبه جديده، تمام. فكان جايب فيها شويه حاجات لرمضان يعني، ايه كانوا عنده يعني، فجابهم. فالمهم يعني ان هو عارف ان انا بحب زينه رمضان جدا، فهو بقى قال ايه، والله هجيب لك حاجه لرمضان، يعني اجيب لك زينه لرمضان. طبعا هو جاب لي اكتر حاجتين بحبهم، كتر خيره يعني، ربنا يبارك له. هو ده عقد نور تحفه، انا نفسي اقوم اسرجه لكم. تحفه يا بنات، تحفه تحفه. بصوا الحاجات دي بقى انا هوريها لكم لما نيجي نعمل زينه رمضان، يعني نيجي نعلق زينه رمضان. طبعا هوريكم بقى الحاجات دي بقى لما بتستك. طبعا ده الوان، بيعمل الوان كده، وفي تايمر اهو، في تايمر اهو بزرار وبيقلب، مش من رخيص يعني، لا حلو الصراحه. انا نفسي اوريه لكم بس مفيش هنا فيشه جنبي. دي كده تالت هديه معايا. طيب احطها بقى هنا كده عشان طبعا دي بقى احلى حاجه، احلى حاجه. في حاجه احلى منها بس دي برضه عجبتني قوي يعني. انا من عشاق حاجه رمضان، من عشاق حاجه رمضان. في ايه؟ جاب لي الستاره، ستاره طبعا برضه جايبها من صاحبه اللي فاتح مكتبه ده. طبعا هو عامل له خصم حلو يعني، طبعا مش هقول على الاسعار عشان دي هدايا يعني، ما علينا. بس جاب لي الستاره. انا عندي واحده على فكره، عندي واحده كنت معلقاها السنه اللي فاتت، هو جاب لي كمان واحده. طبعا احنا فتحوها طبعا عشان يجربوها، علشان السلك اهو، قمر القمر اهو. طبعا عشان نفردها بقى موال ومش هنعرف نعينها تاني علينا، هي كده يعني حلوه قوي، تحفه. استرك بقى هبقى طبعا الحاجات دي بقى هنعلقها بقى فين، هنعلقها ان شاء الله قبل رمضان باسبوع على طول او باسبوعين. نبدا بقى نجهز شقه رمضان ونعلق بقى زينه رمضان. طبعا انا بعشق زينه رمضان، بعشقها عشق كده. بصوا احب اصلا ايام رمضان، واي حاجه بتفكرني برمضان فانا بموت فيها. دي كده كانت هدايا جوزي، 3 حاجات: الساعه والستاره بتاعت الستاره بتاعت رمضان، والعقد ده.
دول كده كانوا بتوع جوزي خلاص، يعني عشان يبقى عارفين كل واحد جايب ايه. دول كده هدايا جوزي. مامتي بقى كانت جايبه لي ده، احنا قلنا المشط الحراري، وطبعا كل الحاجات دي من السعوديه على فكره. جابت لي هوريها لكم حبه مكياج. تمام، دي عارفه ان انا بحب الحاجات دي، هي بقى توسط دي كتر خيرها، ربنا يبارك لي فيها يا رب. اهو ده طقم الفرش. طقم مش عارفه هو الاضاءه عندي وحشه ليه. طقم الفرش اهو، ده من السعوديه برضه، مش فاهمه. في فرش بتاعته كده. فضي بقى كده عشان اوريكم بقى براحتي غير خرفشه الكيس. ده مونيكير، يعني نادرا لما بحطه قوي. طبعا روج، مهتمياني قوي بالروج، جايبه لي جميع انواع الروج بتهيألي. جايبه لي الوان، وانا اصلا هي عارفه ان انا بحب اي الوان روج، بحب اللي هي الالوان اللي هي الاحمر، نبيتي، الحاجات اللي هي مش عارفه، بس بحس ان هي الملعلطه دي حلوه دي. فهنعمل ايه بقى؟ هوريكم الالوان. ده بقى طبعا خشب اللي هو القلم التحديد. انا هوريكم بقى على ايديا الدرجات عشان ايه. اهو ده اول درجه، ماشي، هو نحس ان هو نبيتي خلاص. في منه برضو ده اهو، ده تحس ان هو عاتي على كشمير كده، كشمير يعني لونه حلو اهو، اغمق منه سن. في برضو ده مش عارفه ده لون ايه الصراحه، بس ده سايل يعني، هو يعني نبيتي بس نبيتي تقيل شويه اهو. مش عارفه احنا هنمسح البلاوي دي ازاي. ماشي. وبرده ده لون تاني، انا اصلا يعني بحب الالوان دي عشان كده. هي ده تحسوا ان هو عنابي، مش هيبان في الكاميرا قوي، تحسوا ان هو مش عارفه، ما بوريكوش الحاجه ليه. المهم يعني ده لون وده لون وده لون وده لون، مش مهم يعني. اهو عنابي، ده عنابي، هو مش نفس اللون بس هي الكاميرا مش جايبه، ده عنابي بس ان هو لون العناب كده. بقى ده لسه كانوا يشكلوا لي شويه، بس انا بحب الالوان دي والله بجد. وده برضو احمر، ده احمر بقى، ده احمر اهو، شايفين؟ دي درجاته، دي درجات الروج. طبعا انا مش عارفه همسح ازاي، بس معلش يعني هنمشي نفسنا دلوقتي. طبعا ده قلم الحواجب، عارفينه كلنا طبعا. وطبعا ده قلم ابيض، كحل ابيض اللي هو بيحدد العين من تحت ده. طبعا الحاجات دي احنا بنحطها في البيت. ده قلم كحل، طبعا الكحل بتاع السعوديه واو، مش عايزه اقول لكم عليه. وده قلم لميع، بيتحط كده يعني ايه زي ما تقولوا، بيتحط هنا وبيتحط برضو، ممكن تحطي فوق عادي يعني، شغال الاتنين. هو بيلمع، ابيض لميع على فكره. هو من اللي هو شوفين اهو، هو بيطول، ده مش بيتبرى. وده فرشه للدمج، دي فرشه للدمج بتاعته اهو. ف جابت لي شويه الحاجات دول، طبعا كتر خيرها. طبعا والدي يعني اللي جايب راجل يعني، مش انتوا عارفين ان الرجاله مش بتفهم قوي في حاجه البنات. جايبين برضو ال ال البتاع ده اسيتون اللي هو المونيكير، جابوا لي برضو احمر. النهارده اليوم كله احمر. طبعا اهو عايزه اوريكم اللمعه، معلش نسيت اوريها لكم. هي مفيش فيه ابيض، هو لمعه بس، شايفين؟ يا رب تبان. هي باينه اهي لمعه، يعني هو اصلا تحفه 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 الصراحه، لمعته حلوه قوي. ممكن نعمل بوه هي عارفينها انتوا اكيد. انا ماليش في المكياج قوي قوي يعني على قد كده. تمام. فدي كانت الحاجات اللي جات لي، عم فرحانه. الحاجه مش بقيمتها في الفلوس، يعني كفايه ان هم افتكروني وحابين ان هم يفرحوني بمناسبه القناه. فرحانه قوي، بشكرهم من قلبي فعلا بجد. يعني اما تلاقي حد بيدعمك وحد بيقف في ظهرك ويشجعك، حاجه بتفرق جدا على ما بتلاقيش يعني.
فانا فرحانه قوي قوي، بشكرهم من قلبي. وطبعا هم لهم هديه حلوه جدا عندي، ربنا يفرحكم كلكم يا رب، وربنا كده يبعت لكم اللي يفرح قلبكم ويرزقكم كده رزق حلال ويوسع عليكم يا رب. طبعا عايزه دعواتكم بقى معايا عشان اقبض، علشان عايزه اجيب لهم برضو هدايا وافرح قلبهم زي ما هم فرحوا لي قلبي كده. طبعا ماليش بركه الا هم طبعا، هم يعني اغلى 2 على قلبي، اغلى 3 وابني برضو، فيعني ربنا يخليهم لي يا رب. وبس مش لاقي حاجه اقولها. عايزه اقول لكم بقى ما تنسوش تحطوا لايك، وما تنسوش تشتركوا في القناه، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش برضو تكتبوا لي كومنت حلو كده من قلبكم وتفرحوني وتقولوا لي مبروك يا ام حنين على البنكود ان هو وصل اخيرا. ماشي. وعايزاكم تدعوا لي من قلبكم ان شاء الله كده نكمل باقي الخطوات. طبعا لسه خطوه بقى ان الفلوس تنزل ادسنس، وطبعا تحطي لسه حساب بنكي، لسه على ما هم يبعتولك بقى الحوالة. المهم يعني ان هما الحاجات دي كلها ما بتتعملش الا لما بتوصلي لل100 دولار. طبعا دعواتكم نكملهم لان لسه شوية عليهم. بس ربنا يفرح قلبكم زي ما قلبي النهارده فرحان كده، بيسعدكم جميعا يا رب. اشوفكم بقى على خير في فيديوهات كتير كتير. يلا باي باي.